السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم أبطال في فيديو جديد. النهاردة حبايبي هنحل مع بعض تقييم الأسبوع العاشر والحداشر، صفحة 39 ل 49، تقييمين الأسبوعين مع بعض. نقول بسم الله. ما تنسوش حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. يلا بينا. أول حاجة مديك هنا سيرة غيرية، وبيقول لك طلع لي منها المقدمة والنشأة والإنجازات والتأثير والوفاء. كل حاجة أنا كاتباها لك على السيرة اهي. أول حاجة السطرين دول المقدمة، الأربع سطور دول النشأة، هنا عندك الخمس سطور دول الإنجازات، عندك هنا يا بطل التأثير، من أول هنا أثرت أم كلثوم تأثيرا بالغا، دي التأثير. عندك الآخر خالص الوفاء، أو آخر سطرين ده توفيت أم كلثوم في 3 فبراير 75. خلاص. طيب هنا بيقول لك برضو اكتب سيرة غيرية. هتقول له مثلا تكتب سيرة عن أم كلثوم أو عن أي شخصية احنا درسناها في الصف الأول الإعدادي، اللي يعجبك فيهم اكتبه. دي صفحة 39، صفحة 40 اهي يا شباب. دي صفحة 41 يا أبطال. هنا هتقول له الوعرة، وهنا عيون، وهنا ينتزع، التعود على الصعاب والتغلب عليها وهذا بيدل على القوة. هتقول له يتأخر مجتمع ويفقد مجده. هنا هتقول له دخيل الصعاب بضيف نرحب به، تخيل الصعاب بضيف ان احنا بنرحب بيه. الشعور بتعزيز وتقوية مشاعري. هنا هتقول له عليكم بالكفاح والعمل والكسب الحلال لرفعة وطنكم. هنا هتقول له نحتذى. هنا هتقول له المجد. هنا هتقول له التضحية من أجلها والدفاع عنها. هنا تقول له صور مصر كأنها إنسان نفتدي به. هنا تقول له تقوي المشاعر وتعززها. دي صفحة 41. طبعا الصورة البصرية اهي، والصورة السمعية عندك برضو اهي، صفحة 42 يا شباب اهي. صفحة 42 هنا المحراب، وهنا محراب. هنا على أنهم تعهدوا أن يكون حبهم أن يكون حب مصر هدفهم ودفاعهم. هنا تقولوا أنهم أصحاب جهود عظيمة، وتصوير الصعاب بأنها شخص يرحب به. اكتب برضو سيرة غيرية بتلهمك. برضو هتكتب أي سيرة بقى، تكتب عن تكتب عن منسي، تكتب عن محمد صلاح، تكتب عن أم كلثوم اللي جات لنا في الأول، براحتك أي سيرة اكتب عنها. خلاص. هنا يا بطل مراجعة على الوحدة الثانية. هنا تقول بيسهم في جذب ملايين السياح من جميع أنحاء العالم، ويقوي اقتصاد مصر، وبيوفر فرص عمل للشباب. هنا هتقول له بيقدم برامج تعليمية من خلال تقنيات تعتمد على التفاعل البصري والسمعي. هنا تقول له تجعله يمضي إلى هدفه وهو على يقين بالنجاح. هنا تقول له الإمام محمد عبده عندما عرضت عليه كراسة عباس العقاد. هنا تقول له عندما يرفع الأبطال علم مصر ويحتضنوه على منصة التتويج. هنا تقول له بالقوة والانضباط والتفاني في العمل. بما شبه الشاعر مصر، هتقول له شبهها بالمحراب، وده بيدل على قداسة ومكانة مصر. هنا تقول له تعليل العلاقة، هنا تعليل. عندك هنا في السؤال الأخير، السؤال الخامس، هنا هتقول له يحس، وهنا يختارها. عندك هنا أؤمن. وبكده حلنا صفحة 44. يلا بينا على تقييم الأسبوع ال11. أول حاجة هنا تقول له كيفية التعامل في مواقف الحياة المختلفة، أن نطبق ما نتعلمه في حياتنا ونتعاون مع الآخرين، بالتعاون مع الآخرين من أجل نهضة المجتمع والاجتهاد في دراسته. في يوم من الأيام شاهدت رجلا كفيفا يعبر الطريق، فذهبت إليه وساعدته في عبور الطريق.
المحنة، الضيق، الشدة. هتقول له أشعر بالمحنة والضيق. هنا هتقول له علم، رفع الولد علم مصر. جمع وصف أوصاف، سمعت من المعلم أوصاف المكان. هنا تقول له يشبه، يشبه تميز بإيه؟ تتميز بالمعرفة. هنا أول من وصف الدورة الدموية وصفا دقيقا.